انا وعز جوزي. دايما كانت البلان بتاعتنا في وقت من الاوقات عايزين نعمل بروجكت بتاعنا. من كتر السفريات اللي سافرتها انا وعز وشوفنا حاجات كتيره جوه مصر وبره مصر في مجال بتاع الحرف اليدويه وفي الثقافات، حسيت انه على فكرة هو احنا عندنا حاجات حلوة كتير جدا 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 ممكن تتعمل وهتفرق كتير قوي قوي، بس محتاجة حد يزق او يشوفها بشكل تاني او يديها اهتمام اكبر، الناس تعرف تشوفه. وتلاقينا واحنا بنتكلم دايما نقول خسارة. ابتدينا من هنا نقول طب ايه هنعمل ايه، يلا نذاكر كده وان شاء الله هنعرف نوصل لحاجة. الجاب دي ان احنا نأدرس يعني. قررنا هنبدأ وبدأنا فعلا في جوزي بوتيك. جوزي بقى هو براند مستدام. اسم البراند هو جاي من جوسلين، وزي ده الاسم الحركي النيك نيم بتاع عز الدين جوزي. مش عاملين لبس وديزاينز علشان خاطر الموضة، احنا عاملين موضة هتناسب الشغل اليدوي، تعبر عن البلد او المكان او الناس اللي بتشتغل الشغل ده. يعني فيها مساحة كبيرة قوي لانه الناس اللي بتشتغل على الشغل اليدوي تعبر عن نفسها فيها كأنها لوحة ليهم، فهي كل قطعة هي واحدة، وكل قطعة هي واحدة ست بتشتغلها او واحد بيعمل القماش بتاعها على الانوال. ففيش قطعة زي التانية، ولا اللي هتيجي ولا اللي جت ولا في اي مكان من الاماكن اللي احنا بنبيع فيها. الواحد دايما بيبقى عارف انه لا، في مهارات وفي فنانين وفنانات شاطرين جدا، بس الواحد لما بيسافر وبيقابل كل الناس وبيشوف الشغل على طول وهو بيتعمل، انا بشوف دايما ان دي حاجة مبهرة قوي. يعني انا بالنسبة لي كل حد بيجي ياخد حاجة قطعة من جوزي هي بيقتني قطعة من جوزي، عشان عدت على كل الناس اللي اشتغلت عليها بحب، من الورش للقماش للتطريزات اللي بيصوروا على فكرة وبيطلعوها على الموقع عندنا للي في الشوبس بتاع كل الناس دي. على فكرة بتحب اللي هي بتعمله، كلهم فنانين. الناس بتشوف المنتج النهائي، مش بتشوف كل ما هو قبل ما وصلوا وشافوا على في الشوب هنا مثلا. فدي كلها اكسبيرينس وقصص الحقيقة حلوة قوي، يعني انه الناس تشوفها وتتعرف عليها وتتعرف على الناس اللي شغالة من المكان نفسه. احساسها مختلف، يعني احساسها مختلف تماما. دول ناس عندها كلها حكاية، عندها قصة، محتاجين يتسمعوا من ناس مختلفة، يمكن مش حتى في الدايرة اللي هي مهتمة بيهم بس، ده في دوائر تانية أكبر وأعمق بكتير محتاجين يسمعوا الكلام دوت. فده اللي خلاني أفكر فيه إنه لازم أعمل حاجة تبقى مساحة تخليهم يعبروا عن نفسهم ويكلموا ونشوفهم ويحكوا ويبقوا بيورونا كلنا بقى، مش أنا بس ومش عز بس ومش التيم بس، لا، كل الناس حكايتهم وقصصهم والنجاح بتاعهم وقد ايه هم فخورين بيه. ففكرنا فيه او ابتدينا ليه حكايه من وجهه نظرنا هو بلاتفورم، لان احنا لسه مش عارفين نوصفه. هنبقى بنعمل فيه انترفيوز بس، ولا هنبقى بنعمل فيه ماجازين، ولا هنبقى بنعمل فيه دوكيومنتريز، ولا بودكاست، ولا ايه بالظبط؟ لان العالم اللي احنا داخلين فيه او العالم اللي احنا فيه ده مليان حاجات كتيره جدا 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 جدا، واحنا عايزين نبين للناس كل الحاجات دي كلها، من أماكن الناس اللي نقدر نروح لها، من ورشهم، من حياتهم، من بيوتهم، اللي نقدر عليه هنبقى بنعمله علشان نوصل لكم اللي احنا بنشوفه. نفسنا انه ليها حكاية تعرف ان هي توصل القصص والحواديت عن الفنانين يعني والفنانات، وانه الناس تنبسط بيها. وكأن القدر عايزنا نبدأ أول حاجة فيها حكاية برضو في سوهاج.